كيو. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم وصباحكم جميل. طبعا بمناسبة طبعا ظهور نتائج الثانوية العامة التوجيهي بنبارك بشكل كبير وألف ألف مبارك للناجحين والمتفوقين. نتمنى لكم كل التوفيق لإخواننا الصغار سنا الكبار قدرا طلاب التوجيهي، واللي ما حالفوا الحظ نتمنى له طبعا دائما التوفيق، وإن شاء الله تعاد الفرص دائما، وإن شاء الله الجميع بيبدع وبيكون بأفضل حال إن شاء الله وأفضل تقدم أكاديمي وعلمي إن شاء الله مستقبلا. اليوم رح نحكي عن موضوع العدسات اللاصقة. هلا إحنا الحمد لله هاي عبارة عن مواسم أفراح إن شاء الله كل أيامنا، وكل في بيت كل أردني وفي بيت كل شخص بيشاهدنا إن شاء الله دائما تدوم الأفراح. واستخدام العدسات اللاصقة خاصة بالنسبة للصبايا بشكل عام. استخدام العدسات اللاصقة طبعا تقسم لقسمين، في عندنا عدسات لاصقة علاجية وعدسات لاصقة تجميلية. الآن ما هي النصائح اللي احنا بننصحها للمرضى بشكل عام؟ العدسات اللاصقة كما نعلم هي عبارة عن رقيق جدا، عدسة تزرع او مش تزرع، توضع على سطح القرنية صباحا وتزال مساء او خلال وجود المناسبة، قبل المناسبة وازالتها بعد المناسبة. طبعا هاي طبعا العدسة اللاصقة جدا مهمة علاجيا، ويعني كثير من الناس يعتمدوا عليها بشكل رئيسي اكثر من اعتمادهم على النظارة، وكثير من الناس ما بزبط لهم اصلا عملية تصحيح النظر بالليزر او الليزك. ولكن هناك بعض التعليمات وبعض الامور لابد من مراعاتها، تمام؟ الموضوع الاول، العدسه اللاصقه لابد ان يعني ترتدى في خلال المناسبات او خلال فتره العمل او الشغل او الدراسه. يعني لازم نتجنب شيء يسمى اوفر ويرنج اوف كونتاكت لينسز، ما نلبسها زياده عن اللازم، ما ننام فيها، ما نستحم فيها، ما نعرضها لمية الحنفية. قدر الإمكان دائما طبعا في عندنا ويلز أو في عندنا زي وعاء صغير نحط العدسات اللاصقة فيها. نحاول قدر الامكان نفضي ميه المحلول دائما ونضيف مي جديده في حال انه استخدمنا الكونتاكت لينسز. انا من النوع من الناس كطبيب عيون بفضل الديلي اكثر من المانثلي. ليش؟ لانه الديلي اللي هي اليوميه ممكن البسها اليوم، البسها نص لبسه يعني ساعتين ثلاثه، البسها اليوم، بكره بعد بكره او اليوم الثالث لابد اني اكبها بحيث انه ما تجمع فيروسات او بكتيريا. إضافة إلى ذلك قدر الإمكان نحافظ على نظافة الإيدين أو نحافظ على نظافة الإصبع يوم ما نحط العدسة اللاصقة بالجهة اليمين أو الجهة الشمال. موضوع مهم جدا أيضا فيما يتعلق بالعدسات التجميلية، مش من أي مكان. العدسات التجميلية التي بحطوها بعض الصبايا خلال الحفلات، حفلات التوجيه، الخطوبة، الأعراس، التخرج وما شابه ذلك، لابد أنه يعني يتم شرائها من مكان متخصص زي الصيدلية أو محلات الأوبتكس. رقم اثنين، ضروري جدا not to share it with others، يعني ممكن صبية يعني تشارك العدسة اللاصقة لصاحبتها مثلا أو لأختها أو لوالدتها مثلا، هذه مصيبة وهذه كارثة. يعني نحن دائما نقول فرشاة الأسنان ما في اثنين بيشتركوا بفرشاة أسنان واحدة، وكذلك الحال ما في شخصين ممكن انه يتشاركوا بعدسة لاصقة طبية أو عدسة لاصقة تجميلية، تمام؟ آخر شيء بدي أحكيه هو شيء يسمى contact lens induced acute red eye. كثير من الناس عندهم عبارة عن أو بصير عندهم إحمرار نتيجة عدد من الأمور. إيش هي؟ يعني متى بصير الإحمرار عند مستخدمين العدسات اللاصقة؟ وهي تعتبر حالة ضرورية، لابد إنه أو حالة ضرورة لابد من هناك أن تكون هناك يعني ضرورة متابعة الطبيب. لما يكون في عندنا اوفر ويرنج اوف كونتاكت لينسز، انا لابسها 6 ساعات 8 ساعات او اكثر من ذلك. sleeping in contact lenses will not indicated for that use. يعني بمعنى اخر بنام العدسه اللاصقه، ممكن تيجي صبيه او شاب ينام تعبان مرهق من يوم متعب من سفر بنام بالعدسه اللاصقه، هذا يؤدي الى اختناق القرنيه، يؤدي الى نقص اكسجين على القرنيه، يؤدي الى زياده يعني احتماليه التهاب قرنيه العين. irritation from poorly fitting contact lenses، وخاصة إذا كانت أصغر أو أكبر أو إذا كانت نوعا ما صلبة ومش مناسبة لمنحنى قرنية العين. gram negative bacterial conjunctival with contact lens overwear، يعني معنى آخر يصبح هناك نمو للبكتيريا في حال احنا يعني وضعنا عدسه لاصقه واستمرينا عليها واستمرينا في ارتدائها اطول من الفتره الممكنه وما استخدمنا قطرات الترطيب. بالمناسبه لابد انه نحكي عن موضوع قطرات الترطيب بدون مواد حافظه تستخدم لوجود العدسات اللاصقه. بعض العدسات اللاصقه بتكون بيرميبل، يعني ممكن ندخل الغشاء الدمعي او ممكن ندخل قطرات بدون مواد حافظه حتى تحافظ على سطح القرنيه. واخر شيء رياكشن تو بكتيريال توكسينز، يعني ممكن البكتيريا اللي بتيجي من حواف الاجفان او من فركه العين او من الغبار او من المكياج مثلا ممكن تعمل التهابات بوجود العدسه اللاصقه. واخر شيء اللي هو سوليوشن هايبر سنسيتيفيتي، بعض الاشخاص بيكون في عندهم
زي حساسيه زائده للسوليوشن او للمحلول اللي احنا بنستخدمه بالول او بالوعاء الصغير اللي بنحط العدسه اللاصقه فيه. لذلك يعني احنا ملخص الموضوع حتى لا نطيل عليكم، عدسات اللاصقه مناسبه، كثير من الناس مئات الاف بل ملايين البشر في العالم بيستخدموا العدسات اللاصقه، بل وحياتهم تعتمد على العدسات اللاصقه، ما بزبط لهم نظارات، ما بزبط لهم عمليات ليزر او ليزك او تصحيح، ولكن لابد من مراعاه هذه الشروط اللي احنا ذكرناها. نحاول قدر الامكان ما نستحم فيها، ما ننام فيها، ما نلبسها لفتره طويله، نستخدم الديلي كونتاكت لينسز بصراحه افضل من المونثلي، اقل عرضه للالتهاب، نستخدم قطرات ترطيب بدون اي مواد حافظه. بالنسبه للعدسات التجميليه not to share it with others، ما نشاركها صاحباتنا، اصحابنا، اخواننا، خاصه بالحفلات وخاصه بالمجتمع النسائي بشكل عام. اي احمرار، اي التهاب، اي تهيج لابد من رؤيه طبيب العيون. كثير من الحالات اللي جتنا للاسف بعد استخدام عدسات لاصقه وسوء استخدام تحولت الى قرحه بالقرنيه، بعض المرضى وخاصه الاناث تحولوا الى زراعه قرنيه، وهي عباره عن عمليه كبرى نتيجه اهمال باستخدام العدسات اللاصقه. مره اخرى بنبارك لجميع الناجحين ونتمنى لكم كل التوفيق، ومستعدين للاجابه عن اي سؤال، ونهاركم سعيد.